يعني كلكم سبتوا السمك القمر ده سمك المرجان وتمسكوا في طريقة الرز فين ما عملتيهاش ليه؟ تعالوا بينا بقى نعمل الرز الصيادية اللي قدمناه مع السمك ده بجد تحفة بطريقة سهلة جدا هتعجبكم. كل اللي هتعمليه هترفعي حلة على النار هتنزلي كده فيها بمعلقتين زيت كبار او اي مادة دهنية انت بتفضلي. انا بصراحة بحب الميكس ما بين الزبدة والزيت. مجرد ما يسخنوا هنزل عندي ببصلاية كده تكون متوسطة متقطعة صغير. هقلبها بقى لحد ما تاخد معايا اللون البني الفاتح. انا مش عاوزاها محروقة، انا عاوزة اللون البني الفاتح ده. بعد كده هانزل عندي بمعلقة صغيرة من السكر. وما تستغربيش من السكر خالص، معلقة السكر دي كده هتتكرمل. هتديكي لون حلو للرز. وكمان هتديك تطعيمة حلوة قوي. مجرد ما معلقة السكر تتكرمل معايا. افضل اقلب فيها كده لحد ما تتكرمل. بعد كده بقى شوية اضافات كده عشان يدوك شوية رز صيادية زي ما الكتاب بيقول. معايا بقى التتبيلة دي هكتب لكم مقاديرها في الكومنتات. التتبيلة دي تحطي معلقتين منها. تودي الرز معاكي في حتة تانية خالص. او لو انت عندك تتبيلة معينة للاسماك او البتنجان المخلل. تضيفي منها. قلبي بقى وشوحي وشمي احلى ريحه. معايا كده طماطميه كبيره متقطعه صغير. وكمان جزريه متوسطه مبشوره. البهارات بتاعتي معلقه صغيره من كل حاجه. ملح وكزبره وكمون وكمان بابريكا. ولو حابه تضيفي بهارات سمك تمام. ورشه صغيره كده من الفلفل الاسمر. قلبي بقى الكلام الحلو ده كده وسيبيه لحد ما يتسبك. تاخدي ريحه ولون وطعم للرز رهيب. عندي بقى 4 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس جدا من الميه. هشوحه بقى مع كل الخضار ده كده. وبعد كده هانزل عندي بالمَيّة المغلية. لكل كوباية رز مصري كوباية مَيّة مغلية. وهاسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب كل السوائل اللي موجودة فيه. وهنا بقى زي ما قُلت لِك الرز قد كوباية الرز مَيّة. قلّبي بقى وسيبيه على نار عالية لحد ما يتشرب كل السوائل اللي موجودة فيه. مجرد ما يتشرب السوائل اللي معايا هاهدّي النار على أهدى درجة حرارة موجودة عندي. وهاسيبه لحد ما يستوي. بقى معاكِ أحلى رز صيادية بالشكل ده كده. وبألف هنا وشفا يا رب.